خلوني بقى اقفل القصه بتاعه اتحاد الكوره واروح لخبر لطيف جدا. قال لك حاجتين، انه امام عاشور في الاهلي قعدوا معاه واتفقوا، ما اعرفش 6 7 اتفاقات حاجه كده يعني. اهو الشباب كاتبين لي يقولوا لي امام عاشور في 6 7 اتفاقات او حاجه كده معاه. يعني يقول لك ايه بقى؟ بص يا سيدي، مش بعض الشروط الخاصه من الالتزام والتركيز. امام عاشور لو مش ملتزم ومركز ما كانش بيحصل لعيب في مصر في الفتره اللي فاتت، باستثناء اخر شهر مثلا. يعني انا ليه بقول كده؟ عشان انا ما بحبش التهويل. انا عن نفسي ما بحبش التهويل. امام عاشور مشكلته ان هو اتخانق مع محمد الشناوي علشان خاطر قافل وشه في اوضه اللبس، وان هو ما لعبش الماتش اللي فات. بس ادي مشكله امام عاشور. اما هندخله بقى في السهر وندخله في البتاع وندخله في التحفيل وندخله في معرفش ايه، كل الكلام ده امام عاشور ما تعاقبش عشان الكلام ده. امام عاشور تعاقب علشان خاطر كان قافل وشه ومتضايق، وانه محمد الشناوي قال له ما تقفلش وشك بهذا الشكل وبتاع، ورد عليه الرد كلنا عارفين الحدوته يعني كان فيها ايه. فالتهويل ده انا اللي عندي الاهم من الكلام ده ايه؟ قصه ان في مدير كوره قادم للنادي الاهلي، وان كابتن رمضان عايز مساعد ليه في اداره الكوره في الاهلي يبقى هو مدير الكوره عشان هو المدير الرياضي للنادي. ومستر كولر رافض. لو انت مش يعني لو انت مش موجود معانا فيبقى كابتن سامي قمصان اللي بيأدي الدور. هنرجع تاني لورا، وبدات يتردد كلام ان كابتن رمضان اصله هيمشي، وبعدين يتقال اصل هو مش هيمشي الا لو هو اللي عايز يمشي من الاهلي، لكن الاهلي اللي يمكن يمشيه. وان هو في عهده حصل تصادمات زي كهربا، زي امام عاشور، وبدات تظهر استثنائيه اتخانق امبارح ولا النهارده مع الراجل بتاع غرفه الملابس واتخصم له فلوس، وبعدين ينفوا، وبعدين يعني هو عندي سؤال. هي تجربه الكابتن رمضان دي بتقيم في شهر؟ دي نمره واحد. نمرة 2، هي تجربة الكابتن رمضان ان هو يجي ويتولى هذه المسؤولية ويكون هو مدير الكورة اللي موجود من ضمن صلاحياته كمدير رياضي ولا لا؟ وفي حاجة اسمها مساعد المدير الرياضي لشؤون الكورة؟ مفيش حاجة اسمها كده. هنألف؟ ما هو في مدير كورة كابتن رمضان من ضمن مهامه كمدير رياضي ومدير كوره، والقرار نزل كده بتاع الاهلي. يعني لو الشباب رجعوا على البيج بتاعت الاهلي جابوا قرار تعيين كابتن رمضان هو مدير كوره، من صلاحياته اداره هو مدير رياضي، من صلاحياته اداره الكوره، ومن صلاحياته لجنه التعاقدات وكل الكلام ده والسكاوتنج والكلام ده. هو بيدير القطاع ده كله للفريق الاول. مش دي صلاحيات كابتن رمضان؟ ايه المستجد اللي حاصل؟ ما اعرفش. اللي في المطبخ، يعني في حاجه في المطبخ كده انا شاممها، يعني في ريحه كده انا شاممها، مش يعني في حاجه في مطبخ الاهلي، في ريحه انا شاممها فيها حاجه. اللي بيدخل اسم كابتن رمضان في جمل وهو امام عاشور اخطا وتعاقب، كهربا اخطا وتعاقب، ومع كابتن سيد عبد الحفيظ كهربا اخطا وتعاقب، وصالح جمعه اخطا وتعاقب، وزكي اخطا وتعاقب، وعلي، وكل مدير كوره في النادي الاهلي في لعيبه اخطات وتعاقبت. مش فاهم يعني وليه الكابتن رمضان مصر يعلن عقوبات اللعيبه؟ طب ما احنا كنا عارفين عقوبات الكابتن سيد عبد الحفيظ مع كهربا، اتخصم منه قبل كده مليون جنيه برضه. كنا عارفين عقوباته مع صالح جمعه، كنا عارفين عقوباته مع لعيبه كتير حصل قبل كده. يعني هل يعيب الكابتن رمضان انه بيعلن العقوبات يعني؟ وكابتن رمضان لو هو السيستم اللي هو جاي بيه واتقال له من ضمن الاتفاقات مع انه ما يعلنش، ما مش هيعلن. انا بقعد سامع كلام، مين بينخور في ايه جوه النادي الاهلي؟ انا مش عارف. ادي الخبر، مش ده اهو. محمد رمضان مديرا رياضيا، نسيبكم الدباجه اللي في الاول. قررت اللجنه تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا، اللي هو لجنه اللي هي اللجنه بتاعه التخطيط يعني،
مديرا رياضيا وفي ذات الوقت مشرفا على اداره السكاوتنج واداره التعاقدات، ومكتوب فوق وله اختصاصات مدير الكوره. وله اختصاصات مدير الكوره. يعني اللي جاي ده اللي ليه اختصاصات كابتن محمد رمضان. فقالوا اصل الكابتن محمد شوقي، لا كابتن وليد سليمان، لا كابتن عماد النحاس، لا كابتن علاء ميهوب، لا ما اعرفش الكابتن. ايه يا جماعه الكلام ده؟ وده توقيت يتقال في الكلام ده. يا مثلا الناس حتى في الاهلي يعني ده توقيته. يعني كابتن رمضان يا هيكمل يا مش هيكمل، خلاص ونقفل الباب. عندك بطولة انتر كونتيننتال داخلة، وعندك بعديها افريقيا، وعندك دوري، وعندك كاس، ثم كاس عالم الاندية، ثم هو ده توقيت فتح. وناس عمالة داخلة وتتكلم وتهيص وتزيط في الحاجات دي. هل ده توقيت يحصل في هذه الامور في النادي الاهلي؟ ما اعرفش. لكن اللي بيحصل ده في حاجة انا شامم ريحة مش مظبوطة. انا بقول لكم اهو، انا شامم ريحة مش مظبوطة.